السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم راح نحكي تاريخ سوريا في كأس آسيا والمشاركات تبعه والهداف. الأسد العراقي يلتهم الساموراي الياباني. الياباني. النشامة الأردنيين سحقوا الكوريين بالنتيجة وبالاستحواذ. شفت اللي أنا شفته يا هكتور كوبر؟ بتمنى انك تكون شفته وتعطينا نتيجة 2 أو 3 على الهند، لأن بعد اللي نحن شفناه في مباراتين سابقين أمام النشامة وأسود الرافدين ما في خطوط حمر، ما في حدا كعبه أعلى من الثاني، آسيا كلها مثل بعضها. ما بنرضى عليك من هلا ورايح إلا نتائج تفرح الشعب السوري يلي محتاجها. تابعوا التفاصيل لنشوف مشاركات المنتخب السوري ونهاية هكتور كوبر. 6 مشاركات كانت لمنتخب السوري في كأس آسيا. أولها عام 1980 يلي طلع المنتخب الإيراني الأول والكوري الثاني ومنتخب سوريا الثالث. كانت المجموعة عبارة عن 5 فرق وطلعنا من دور الأول. سنغافورة عام 1984 المنتخب السعودي تصدر المجموعة، اجى من بعده المنتخب الكويتي واجى الثالث المنتخب القطري، وكان المنتخب السوري المركز الرابع وطلعنا من المجموعة الأولى. كمان بقطر 1988 السعودية مثل العادة متصدر المركز الأول، الصين مركز الثالث هاي المرة، ومنتخب سوريا المركز الثالث. كمان المجموعة 5 مثل ما هي معترف عليها كانت قديما، وطلعنا من دور الأول ودعنا. أما بالإمارات 1996 كانت المعركة حامية. خسرنا من اليابان 2-1 بصعوبة، وخسرنا من الصين 3-0. هاي كانت الكارثة يلي طلعتنا من هاي البطولة، وإلا كنا متأهلين 100-100. وفزنا على المنتخب الأوزبكستاني 2-1، وتأهل المنتخب الياباني ب9 نقاط، تأهل الصيني ب3 نقاط، السوري الثالث ب3 نقاط، الأوزبكي الرابع ب3 نقاط، وفازوا علينا، تفوق علينا الصينيين فارق الأهداف لأنه نحن أكلنا منهم 3-0، وهي اللي طلعتنا من الدور الأول. في أقوى نسخة في كأس آسيا لتاريخ سوريا واللي نحن حضرناها واللي احترق قلبنا كتير، في بداية المشوار فزنا على المنتخب السعودي 2-1. ايه نحن فزنا على السعودية 2-1 وبأهداف عبد الرزاق حسين البازوقة. خسرنا مع الأردن 2-1، وخسرنا مع اليابان 2-1، وطلعنا من المجموعة مع الأسف من دور الأول. وفي أسوأ نسخة لمنتخب السوري في كأس آسيا هي اللي هي 2019 بالإمارات، هي اللي رحنا نتخانق فيها على إشارة الكابتن. تركنا المباريات، خسرنا مع استراليا، خسرنا مع الأردن، وتبهدلنا مع فلسطين، وجبنا نقطة يعني نقطة الشرف. وأهم شيء ما عرفنا لمين راحت القيادة وكابتن الفريق، وطلعنا ببهدلة مرتبة. الهدافين التاريخيين لمنتخب سوريا في المشاركات ال6 في كأس آسيا يلي هو وليد أبو السل، جمال الكشك، نادر جوغدار، عبد الرحمن حسين. هدول الهدافين التاريخيين لمنتخب سوريا، كل واحد منهم سجل هدفين. وفي النسخة السابعة مثل ما شفنا في قطر خسارة مع الأسترالي 1-0، تعادل مع الأوزبكي 0-0. هلا قدامنا مباراة الهند يلي الفرصة الأخيرة لهكتور كوبر إنه يورجي إمكانياته وتكتيكه اللي سواه بالدفاع والوسط. هل يا ترى راح يكملوا بالهجوم ويفوز على إنه تأهل للدور 16 لأول مرة في تاريخ سوريا، أم إنه راح تتعادل أو تخسر؟ وأنا كوني سوري وبعرف الجمهور السوري ما راح يخليك بهذا الموقع اذا تعادلت او خسرت. هاي كاس اسيا الفرصه الاخيره لك. الانجاز اللي سويته نحن بنفتخر فيه، كونه رياضيين نفهم بكره القدم ولغه التدريب، نحن شايفين الانجازات والاشياء اللي بارض الملعب سويتها. بدنا اياك تكمل وتجيب الفوز، يا اما خلصوا مياتك بسوريا. الساموراي الياباني استحوذ على المباراة واخذ هجمات ولعب بشكل فظيع المنتخب الياباني، ولكن الاسد العراقي بالنهاية التهم الساموراي الياباني واخذ 3 نقاط، وهذا اهم شيء. مو مثل ما قال فجر سلم لي على اداء، كان في اداء رجولي، كان في غيرة عراقية على المنتخب. شعب
محب لهذا العلم ولهذا المنتخب ولهذا الارض. لعبوا بروح باصرار وجابوا له 3 نقاط، وسجل الهدفين ايمن حسين المهاجم اللي امه رضيانه عليه، لانه الاهداف كانت يعني في الحقيقه الجول الاول ارتدت من الحارس واجت براسه، بس والله هو نط وعمل ارتقاء وكانت ضربه قويه براسيه قويه صراحه. الهدف الثاني البطل ايمن حسين كان مصاب، شوف الفيديوهات قبل ما يسجل كان عم يعاني من قدمه اليمين وعم يقول كده هيك، يعني عم يبين انه هو مصاب. فجأة بينسى الإصابة لما شاف زميله طاير على الجناح، بيروح بيسجل الهدف الثاني لأنه عنده غيره، عنده دم وعنده إصرار إنه يفوز ويورجي حاله ويقول أنا موجود. النشامة الأردني يا عيني على النشامة شو سووا. المباراة اللي خلتني اتفائل وما ارضى عن هيكتور كوبر من هلا ورايح هم النشامة. بعد ما اكلوا الجول ضربة جزاء للمنتخب الكوري، النشامة حافظوا على رتم المباراة واستحوذوا ولعبوا كأنه هن كوريا وهدلنك الأردن القديم. تحت الضغط والهجمات السريعة للمنتخب الأردني والرتم العالي قدروا يسجلوا جول بخطأ من مدافع الكوري، وسجلوا هدف الثاني في الدقائق الأخيرة من نهاية الشوط الثاني بدخلة صاروخية اللي نحن منتخبنا محتاجين، مثل التعمري يعمل لنا هاي الفوتات الصاروخية على اليمين أو على الشمال، وسدد ما قدر يسجلها. كمل النعيمات البطل من خارج منطقة الجزاء وسجل وسحق لك الكوريين، سحقهم وأكل الجول الثاني بالدقيقة 91 مع الأسف يعني، وبالغلط سجلوا على حالهم. لكن النشامة أنا برأيي التعادل تبعهم أفضل من العراقي كان، لأنه المنتخب الياباني كان مسيطر وهاجم ومستحوذ، أما المنتخب الأردني ما خلى الكوريين يستحوذوا ويتحكموا بالرتم المباراة. كانت نتيجة لصالح الكوريين لدقائق، قلبت الشوط كامل للأردنيين. بالشوط الثاني خطة تكتيكية للمدرب حاول انه يحافظ على النتيجة لحتى استحوذوا شوي الكوريين وجابوا الهدف الثاني بالأخير وبالدقيقة 91 مع الأسف. شفت لي النتيجة يا كبير، شفت لي النتيجة يا كابتن هيكتور كوبر اللي سواها النشامة وأسود الرافدين. بتمنى تتعلم منهم، تقوي قلبك وحاجة تحجم من المنتخب السوري وترجع لي اياهم لورا. سامحناك باول مباراتين كوننا رضيانين على الاداء ورضيانين على الشيء الانجازات اللي سويتها، وهدول اللعيبه اللي اجوا اللي عندهم كنترول واستلام وتسليم وقوه مو بدنيه طبعا يلي انت ما سويتها. مباريتين وديتين ما شفناهم، حجبتن عنا وكل شيء سويته قلنا امرك يا معلم خلينا نشوف النهايه، وتعادلت مع الفريقين ما حكينا شيء، قلنا اهم شيء الرسميات. بالرسميات ارجيتنا انه في فريق حلو جديد، ولكن حاولت انك تتحفظ في الدفاع وتحافظ على النتائج كونك انت بدك بالمباراه الثالثه تفوز على الهند. اما هلا اجى وقت الحسم، واذا ما فزت على الهند بتكون هاي نهايتك في المنتخب السوري، لانه انت عندك تشكيله كامله، عندك لاعبين يعطوك اداء ورجوله وقوه بالملعب، بس مو بدنيه يلي انت ما سويتها. من سلبيات المنتخب السوري بالدقيقه 70 كنا نشوف العالم تعبانه مرهقه ما عم تقدر تكمل المباراه، حتى بالدقائق الاخيره كنا رح ناكل اهداف من استرالي ومن الاوزبكي، وهذا النتيجه انت المسؤول عليها، لانه انت المسؤول عن الاداء البدني للمنتخب السوري. لذلك هلا ناطرينك يا كبير لنشوف شو هي الخطه والتكتيك اللي رح تعمله الهجومي. هل هيكتور كوبر عنده خطه هجوميه حاله طوارئ يلي انت مو متعود عليه؟ طبعا انت اهم شيء عندك المنظومه التكتيكيه الدفاعيه يلي نحن رضيانين عليها، والله رضيانين عليها. هلا بدنا نشوف المنظومه الهجوميه اللي رح تسوينا اياها ورح تفوز لنا على الهند وتفرح الشعب السوري يلي ما عنده صبر. انت بدك سنين صبر لحتى تكون فريق، الشعب السوري ما عنده صبر يا كبير لانه ما عم نعرف طعم الانتصار. السلبيات بالمنتخب السوري باللاعبين كمنظومة دفاع والحراسة رضيانين عليهم، كوسط المتأخر اللي حاطط لي اياهم اثنين بهاي المباراة ما بتمشي. بيلعب اذا كل عم متأخر، بيلعب خليل الياس متقدم كوننا نحن بدنا نفوز. الاجنحة اليوم كل المسؤولية عليهم.
عمار رمضان بدنا نفس دخلات العراقيين على الشمال، بدنا نفس دخلات التعمري على اليمين، بدك تصنع لبابلو لهيسار وبدك تشغلوهم انت ومحمود الاسود. اذا ما كان محمود الاسود عنده هاي الامكانيه والسرعه فبعتقد ما له داعي بالتشكيله هي، لانه نحن بدنا لاعب هجوم، واذا كان خريبين بيكون احسن، وبيكون ابراهيم هيسار بيلعب على اليمين بدل محمود اسود، وبيلعب عمر خريبين وبابلو صباغ بالهجوم. وهي فرصتك يا بابلو لتثبت انك مهاجم كبير، لتثبت لنا ولتثبت لكل جمهور السوري وللمدرب لاسيا انك انت لاعب جاي تقدم شيء. لحد الان ما شفنا منك شيء، وما عم نلومك كون المدرب تبعنا عم يلعب مباراة تكتيكية مثل ما تفضل. واليوم فرصة كبيرة لعبد الرحمن ويس، شفناك اسد في الدفاع وبدنا نشوفك اسد في الهجوم. كتير هجمات انا شفتها عم تفوت على اليمين ما عم تقدر ترفعها، عم تلعبها باص هنا. بدنا رفعات منك يا كبير، بدنا ارصات مثل كانسيلو، بدنا فوتات مثل هرنانديز، بدنا رفعات. الكرة الحديثة هي الأظهرة يلي بتصنع الأهداف، مش بس الأجنحة، الأظهرة هي اللي بتصنع الأهداف، وبدنا منك إنك تصنع أقل شيء هدف. متابعين الكرام، آخر كلمة بدي أحكيها، أنا طول الفترة مدافع عن هيكتور كوبر وعن المنظومة هاي اللي سواها. أنا نفسيتي، أنا زلمة متفائل دائما، انا دائما متفائل بابناء بلدي بمنتخبنا رغم الانتكاسات والظروف اللي احنا بنعاني فيها، لكني دائما بشوف النور، ما بحاول اتلفت على الظلام، ما بحاول انتقد في وقت انا بكون لازم اكون في مساند للمنتخب بحيث انه يعمل شيء. اما هلا فهي المباراه الحاسمه، المباراه المصيريه، بدنا نتاهل لكاس اسيا للمره الاولى في تاريخنا. فانا مو مع هيكتور كوبر اذا جاب تعادل او فوز، اذا ما فاز اكيد ما راح يكون له مكان في المنتخب السوري. ممكن اشخاص يقولوا لي لا لازم نحن ندافع، نخلي هذا المدرب حتى يطول كذا. الشعب السوري ما عنده صبر، الشعب السوري انت اذا ما فزت على الهند بهي التشكيله صار لك لعبت مباراتين ورسميتين، وديتين ورسميتين، خلاص انت اصلا صار لك سنه بسوريا. هدول الخمسه اللي جبتهم جداد عم تلعب منهم الاربعه، هدول الاربعه عم يأدوا لك، عم يعطوك، وتناسى انسجموا مع الفريق وصار في تنسيق وصار في خطه تكتيكيه يلتزموا فيها جميعا. فلذلك بدنا فوز يا هيكتور كوبر، بدنا فوز. الشعب ما عاد يتحمل، يعني نحن ناطرين فرحة تنسينا همومنا واحزاننا، تيجوا انتم بتزيدوا الهم على القلب. لذلك متابعينا الكرام، بتمنى لفريقنا الفوز، بتمنى انه كلياتنا نساندوا بهاي المباراة، ويا اما هيكتور كوبر يكون رئيس المنظومة الجديدة لسوريا، يا اما لازم نشوف لنا بديل بحيث انه نستثمر هاي اللاعبين اللي اجوا، هاي الخامات الجميلة ولسه عم يوعدونا بالافضل. فان شاء الله يكون القادم الافضل، ان شاء الله بشوفكم دائما بسعادة، وبنشوفكم بفيديو جديد.